السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة المغربية خلال يوم السبت، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 44 درجة مئوية في مناطق مثل سوس، تادلة، الرحامنة، زاكورة وشرق الأقاليم الجنوبية، في حين ستظل الأجواء معتدلة نسبياً على السواحل الشمالية والوسطى، حيث لن تتجاوز الحرارة 30 درجة. الرياح ستهب معتدلة إلى محلياً قوية في بعض الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية الأطلسية، وقد تثير زوابع رملية محلية خصوصاً في الأقاليم الجنوبية. أما السماء فستكون صافية إلى قليلة السحب في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل. وبالنسبة لباقي أيام الأسبوع المقبل، يتوقع أن تستمر الأجواء الصيفية الحارة مع امتداد تأثير المرتفع الصحراوي نحو وسط وشمال البلاد، مما سيرفع من درجات الحرارة تدريجياً. ومن المرتقب أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها خلال منتصف الأسبوع، حيث قد تتجاوز 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. في المقابل، لا تسجل أي مؤشرات لهطول أمطار خلال هذه الفترة، مما يؤكد استمرار الطقس الجاف والمشمس في مختلف ربوع المملكة، باستثناء إمكانية تشكل بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس في فترات ما بعد الظهيرة، لكنها تبقى غير ممطرة في الغالب.